طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواتي، رجعت لكم بداية فيديو جديد. جالك يا اسطى النهارده بكيبي فيرجن 4. كيبي يا اسطى جامد وبسمات رايقة وخفيفة كده وحاجة جامدة. قبل أي حاجة يا اسطى متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. تعالى يا اسطى نخش على الكيب كده. عندك يا اسطى واجهة الكيب الرايقة العظمة دي، تمام. عندك دي السمات وانك تختار انت فاهم يعني. ماشي، تعال نشوف يا اسطى الكيب كده. الكيب يا اسطى أول ما تفتحه يظهر لك بالواجهة دي. عندك ده يا اسطى سطر الايموجي، ماشي. عندك هنا يا اسطى الضحكة للتحفيل وكده، فاهم. عندك هنا ده الانجليزي العادي، ماشي. عندك هنا ضحكة ودي بداية، ده الختم ودي النهاية. عندك ده السطر الايموجي، ماشي. دي الزرافة، خد يلا انت هنا، خد يلا كده، فاهم. وده القلب برضو للناس اللي بتحب تعمل قلوب وكده وتحب تقطع. ده الزرافة انجليش، ماشي. وعندك ده سطر الايموجي، تمام. وده هنا برضو مثلا لو عايز تكتب اسم كبير، فاهم. وده انا يا اسطى برضو صفحة برضو زخرفة مثلا ايه، خد ياض انت كده، انت هنا، ماشي. وده سطر الايموجي، تمام. ودي الضحكة للتقطيع وكده. تعالى يا اسطى اوريك ايه سمات الكيبورد. عندك يا اسطى السيم الاول، عندك ده السيم التاني، تمام. عندك ده السيم التالت، السيم الرابع. السيمات على فكرة اقسم بالله رايقة وحياة ديني. بص السيم ده، بص بقى السيم ده، السيم الخامس. فعل الفايبريشن يا اسطى مع السيم ده وكبر الحروف كده وشوف بقى سرعتك. السيم السادس، ده السيم السابع يا جدعان. السيم الثامن، وبرضه السيم الثامن ده بفضله في التحفيل قوي. ده يا جدعان السيم التاسع. بس كده يا اسطى خلصنا كيبورد النهارده. في افكار جديده يا جدعان جايه وكده هشرحها لكم. متنساش يا اسطى تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد. بس كده يا اسطى اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.